تطوير ترام الرمل. ايه هي المحلات اللي هتتأثر بالمشروع والمحلات اللي هيتم تجنب ازالتها؟ طبيعة المحلات الموجودة في حرم ترام الرمل من حيث عقودها سارية ولا انتهت؟ قيمة التعويضات في القوانين المصرية وقيمتها في المعايير الدولية وازاي بيتم التوفيق بينهم؟ انا اخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. ترام الرمل وسيلة نقل جماعية في محافظة اسكندرية وتاريخ وتراث. اتكلمنا عن تاريخه وقصة انشائه في حلقة سابقة هتظهر دلوقتي، ارجوكم ارجعوا لها. الترام اللي بيبدأ من محطة الرمل لحد فيكتوريا في خطين وبيشتركوا في معظم السكة. الخط الأول 10.6 كيلو متر 31 محطة، والخط الثاني 10.1 كيلو متر بيضم 29 محطة بإجمالي أطوال 14.4 كيلو متر. بيمر في مناطق سكانية كثيفة في وسط وشرق اسكندرية، وبيخدم كتير من السكان باختلاف طبقاتهم وتوجهاتهم نتيجة مروره بمناطق حيوية كتير زي الجامعة ونوادي ومحطات سكة حديد. الترام الاسكندرية على موعد مع تطويره قريب جدا بيشغل حرمه في بعض الأماكن وخصوصا حوالين المحطات بعض المحلات والأنشطة التجارية. مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل هيتنفذ على الممر الحالي للترام، وعلشان كده من المتوقع تأثير بعض المحلات والأصول اللي موجودة في حرم السكة، واللي منها قطعة أرض بمساحة 205 متر بتملكها محافظة اسكندرية وبتستخدم حاليا كحديقة أشجار هيتم استخدامها لبناء محطة كهرباء ومفيش تأثير على حد نتيجة حيازتها. الأرض المخصصة لترام الرمل نفسه بتمشي عليه القضبان الحديدية والورشة، ودي أيضا ملك لمحافظة اسكندرية ممثلة في الهيئة العامة لنقل الركاب، وهيتم استخدامها في نفس سكة الترام بعد التطوير وفقا للدراسة اللي أعدتها شركة إيكو كونسيرف للحلول البيئية بالتعاون مع التحالف الفرنسي سيسترا استشاري المشروع والهيئة القومية للأنفاق في يونيو 2022. عدد 117 محل مملوكين للهيئة العامة لنقل الركاب، وبيعمل منهم فقط 91 محل، منهم 12 محل انتهت عقود تأجيرهم قبل تاريخ الدراسة، و43 محل ليهم عقود سارية، و20 محل انتهت عقودهم في 2014 لكن مستمرين في دفع الإيجارات بقيمتها المنخفضة، و15 محل انتهت عقودهم من 2015 ل 2021 ومحلين مأجرين من الباطن. الحقيقة إن القوانين المصرية ما بتنصش على تعويضات لمستأجرين المحلات اللي انتهت عقودهم ومستأجرين المحلات من الباطن، إلا إن المعايير الدولية والخاصة بممولين المشروع زي بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بتنص على تعويضات، وده لتقليل الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواقع على المتأثرين بالمشروع زي مستأجرين المحلات والعمال اللي بتشتغل في المحلات دي. التعويضات دي منها 3 شهور من صافي إيرادهم بتقدرهم لجنة التعويضات، واللي بيتم تشكيلها بقرار من المحافظ بممثل عن الدولة من هيئة مسح الأراضي، ومسؤول من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان ومديرية الضرائب العقارية، وممثل عن المتأثرين بالمشروع، وعضو من هيئة الأنفاق. اللجنة دي هيكون تقديرها وفقا لقيمة السوقية. هتقوم بإعداد مذكرة للسيد وزير النقل للحصول على موافقة رسمية لتكاليف إعادة التوطين أو تنفيذ تقديرات لجنة التعويضات. وأخيرا ولتخفيف آثار المشروع هيتم تجنب إزالة المحلات الواقعة خارج مسار الترام زي المحلات الموجودة في محطة سيدي جابر، محلات التذاكر والمكتبات ووحدة المرور، والمحلات الموجودة في محطة بوكلة، محل العصير والصيدلية والمطعم. لو الحلقة عجبت حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة. ويا ريت لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم.